انا جاي النهارده اديك سر الصنعة. ازاي قدرت من فيديو واحد بس على اليوتيوب عمل لي اكتر من $93؟ ازاي 13,000 مشاهدة جابوا لي $93؟ ده اللي انا هتكلم معاكم فيه النهاردة، وهديكم بمعنى اصح سر الصنعة. هديك السر اللي تعبت فيه كتير جدا 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 واجتهدت كتير جدا عشان اوصله. فانا جاي النهارده اديهولك على الجاهز. وطبعا تعالى كده نبص على احصائيات او تفاصيل كده بسيطة خاصة بالفيديو بتاعنا. اولا، زي ما انتم شايفين 13,000 جابت $93. لو دخلنا وبصينا على الريتش هنلاقي الامبريشن كليك ثرو ريت 9%. وطبعا هنا عدد الظهور بتاعنا 96,000. ومع ذلك ان القناة اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي دي قناة لم تتخطى ال 3000 مشترك، قناة اقل من 3000 مشترك. وطبعا زي ما انتم شايفين اليونيك فيور هو 11,400. تعالى كده نبص هنا على الانجيجمنت، هتلاقي ان الفيديو مدته من 20 دقيقة، في افريج فيور حوالي 4 دقايق و15 ثانية. وطبعا الفيديو ده لوحده جايب لي 943 ساعة مشاهدة، يعني تقريبا بما يقارب ال1000 ساعة مشاهدة. هل بس كده؟ لأ، تعالى كده نبص بقى ليه اصلا الفيديو ده ارباحه كبيرة بالمنظر ده. لو دخلنا كده على الريفينيو وبصينا هنا على الار بي ام، هنلاقي الار بي ام بتاعنا $7.1. تعالى كده نعمل ريفرش عشان محدش يفتكر ان احنا بنعمل اي تلاعب في الاحصائيات او النتائج او الكلام ده كله على المكشوف وكله بشكل واضح زي ما انتم شايفين. طيب تعالى كده نبص على صفحة الاودينس ونعرف ليه بقى الفيديو ده اصلا ارباحه كبيرة. زي ما انتم شايفين كده الناس اللي بتتفرج على المحتوى اللي انا بعمله او على القناة اللي موجودة قدامكم دي، زي ما انتم شايفين 63% من امريكا، 6% من استراليا، 5% من كندا، و4.5% من بريطانيا، 1.7% من فرنسا. هل ان انت عشان تعمل نفس النتائج دي هل صعبة؟ لا اطلاقا، الموضوع سهل جدا جدا جدا. ومش بس الفيديو ده اللي حقق لي النتائج دي، في كذا فيديو تاني برضو عمل نتائج مقاربة. بنتكلم من $60 ل يعني $70 في الحدود دي، ولكن ده اكتر فيديو جاب ارباح. ازاي بقى سر الصنعة؟ ازاي تقدر تعمل الموضوع ده وتكرره في محتويات كتير جدا مختلفة؟ ده اللي هقوله لكم. وعشان كده انت لازم تبدأ في الوقت الحالي بشكل سريع جدا، تبدأ قناة بشكل صح على اليوتيوب ولكن مختصة باللغة الإنجليزية، وأعرفك ازاي تستخدم اللغة الإنجليزية بدون الحاجة لفهم أي شيء خالص باللغة الإنجليزية. طيب تعالى كده واحدة واحدة مع بعض ونبص على المحتوى ده. طبعا دي قناة من القنوات او دي الطريقة اللي انا عايز اعرفها لكم. طريقة الشغل بسيطة جدا جدا جدا. طبعا القناة دي مفعلة الدخل عادي جدا، ولكن هو بس الأداة اللي أنا بستخدمها لسه ما اتعملهاش تحديث يعني. طبعا قبل ما اتكلم في اي شيء، كل اللي محتاجه منكم ان انت تدعمني وتشترك في القناة وتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، لان فيها فعلا كم معلومات مهم جدا جدا هيفيدك في ان انت تتقدم في مجال اليوتيوب اوتوميشن. يلا بينا نبدأ، يلا بينا نبدأ. طبعا كده زي ما انتم شايفين القناه اللي قدامكم دي اخر فيديوهات زي ما انتم شايفين بتحقق ارباح محترمه جدا جدا. تقريبا يعني السي بي ام في القناه اللي بتبقى زي كده، اللي هو الفيديوهات بتاعتها بتبقى طويله، الار بي ام بتاعها بيبقى تقريبا بنقول من 8 لحد $15 يعني على كل 1000. فالقناه دي بتجيب ارباح محترمه. كل اللي احنا نعمله ان احنا هنشوف القناة دي، هناخد العناوين اللي القناة دي بتنزلها. وليكن تعالى كده نخش هنا على الفيديوهات الاكثر شهرة. طبعا هتلاقي كلها من سنين، ولكن في فيديو هنا من 3 شهور. الفيديو ده فيديو جذاب جدا، في 3 شهور طالع ترند جايب 3.5 مليون. طبعا تعالوا كده نبص على باقي الفيديوهات كلها من سنين، ولكن احنا عايزين نشوف اقل حاجة تكون مش اكتر من 6 شهور، يعني 3 شهور، 4 شهور، شهر، اسبوعين، 3. طيب تعالى كده ناخد او ندخل على الفيديو ده، وهناخد العنوان بتاعه كده بكل سهولة، وهنعمل سيرش على العنوان ده. هتلاقي في قنوات كتير جدا منزلة نفس العنوان. هتلاقي هنا القناة دي والقناة دي، هتلاقي في قنوات كتير جدا. طبعا دي عندك برضه من 7 أيام ودي من أسبوعين. الفكرة هنا ان انت تشوف القناة اللي جايبة مشاهدات محترمة، اللي جايبة مشاهدات كتيرة، وتبدأ ان انت تاخد الكلام اللي بيتقال. طبعا الكلام اللي موجود في المحتوى نفسه. عندك هنا ده جايب 101,000 في يوم واحد، يعني أرباح كبيرة جدا جدا. تشوف المحتويات اللي عليها طلب بشكل كبير، المحتويات اللي الناس بتدور عليها واللي الناس تبحث عليها، وانت تاخدها
تبدأ تعمل عليها يعني كونتنت، او تعمل ريكرييت لنفس فكرة الفيديو. يعني ايه؟ يعني هدخل مثلا على الفيديو ده، وكل اللي انا اعمله ان انا هنزل كده تحت على الترانسكريبت، وهروح واخد الترانسكريبت او الكلام ده كده كله كوبي، واروح على شات جي بي تي اطلب منه يعمل اعادة صياغة بشكل احترافي عشان يخلي الفيديو مثير اكتر، ويخلي الفيديو احترافي بشكل اكتر. اطلب منه كل شيء يخلي الفيديو مميز. وبعد كده هتاخد السكريبت اللي شات جي بي تي اداهولك، وطبعا انا شارح ده بالتفصيل الممل في الفيديو الاخير اللي انا نزلته. طبعا هنا شارح الطريقه بالظبط ازاي تعمل الصوره مصغره زي اللي موجوده بالظبط، بدون اي يعني من غير حتى ما تمتلك مهاره الفوتوشوب او الايديت او الكلام ده كله. معرفك ازاي تعمل صوره مصغره احترافيه زي اللي الشخص ده بيستخدمها بالظبط، اللي احنا بنستهدفه بيستخدمها، احنا كمان بنستخدمها. وازاي تجيب عنوان احترافي، وكل الكلام ده انا شارحه في الفيديو اللي فات، فيا ريت تروح تتفرج على الفيديو اللي فات لان مش هعيد الكلام تاني. بعد ما بتاخد الكلام ده بتروح على شات جي بي تي، بتطلب زي ما قلنا، وبعدها بتروح على 11 لابس او اي موقع صوت انت بتستخدمه، وتخلي الاي اي يقول الكلام اللي اتكتب، وتضيف الصوت على الصورة. ولكن طبعا بيحتاج منك بعض المهارة ان انت تستخدم يعني على الاقل كاب كات، ان انت تقدر تعمل اديت للفيديوهات، وتعدل الالوان حتى اللي موجودة، تعدل الكلام اللي مكتوب، الكلام ده كله. بس يعني هي دي الفكرة كلها. ولو انت معاك الفلوس ولكن مش متاح معاك المهارة اللي انت تستخدمها، تقدر بكل سهولة تخش على موقع فايفر، خمسات، اي موقع تاني، وتشغل ناس مهتمة بالمجال ده. ولكن عشان اقولك ان دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تنجح بيها في اليوتيوب اوتوميشن، وهو ان انت تدور على المحتوى اللي ناس كتير جدا بتدور عليه ولكن مش متاح بشكل كبير جدا. ده اللي احنا بندور عليه. بتلاقي في قنوات 1000 و2000 مشترك وبتجيب أرباح هايلة جدا جدا جدا. وزي ما قلنا، القناة اللي احنا اتكلمنا عليها دي قناتي الشخصية، قناة والله العظيم لم تكتمل ال3000 مشترك، أقل من 3000 مشترك بكتير جدا. تقريبا بنتكلم حوالي 1400 مشترك، ومع ذلك جابت أرباح، بتجيب أرباح يعني محترمة جدا جدا جدا. الأرباح دي تقدر تعملها بكل سهولة. بس كده، فاعتقد لحد هنا كده خلص الفيديو. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، وسلام.